ما تيجوا كده بقى معايا اقول لكم كده على كام حاجه غيروا لي حياتي كل وجزء. اقسم بالله العلي العظيم غيروا لي حياتي وخلوني راضيه عن نفسي اولا، راضيه عن حياتي، راضيه عن عيشتي، راضيه عن كل حاجه. كنت الاول مش راضيه عن حاجه، كنت الاول حاسه ان انا انسانه تافهه، كنت الاول حاسه ان انا واحده مش مفيش حد بيحبها، مفيش حد بيقدرها. الحمد لله دلوقتي استكفيت بنفسي ثم اولادي وبيتي وحياتي وشغلي. تعالوا كده نصلي على الرسول، كل همومنا تزول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه يا ستي ودي الاهم، انك انت تكوني راضيه عن عيشتك وانك انت تكوني قريبه من ربنا. مش حته ان انت قريبه من ربنا بقى انك انت تصلي وتسبحي كده وخلاص، لا، ان انت يكون عندك اليقين الداخلي من جوه ان حياتك كلها ربنا هيغيرها لك، لمجرد ان انت تكوني خاشعه له، ان انت يبقى عندك يقين له. مش انك انت بتصلي الفرض وخلاص بتقضيه واجب، لا. انا كنت مفكره كده الاول، انا كنت واحده بتقطع في الصلاه، انا كنت الواحده الاول ما عنديش يقين، كنت واحده مستهتره، كنت كل واحد، انا كنت واحده الدنيا لهياها، فاهمني؟ لما ابتديت اقرب من ربنا جامد ابتديت احس ان حياتي هتتغير. تاني حاجه انك انت تبعدي عن كل اللي حواليكي، ايا كان اهلك اصحابك جيرانك، ابعدي. ما يهمكيش تعرفي اخبار غيرك، خليكي لبيتك لنفسك لشغلك لاولادك لجوزك. يا جماعه والله العظيم والله العظيم حتى لو اخوات مش هيحبوا لك الخير برضه، صدقيني. ممكن تكون بتبان لك، بصي انا واحده فضلت باينالي العمر كله بتاع يجي 15 سنه كويسه، وهي بتكنلي من جوه حقد وغل. بنات عمي يعني انا مش عارفه، انا هنا في نادي مع اولادي فعشان كده ممكن يكون في دوشه، بس انا حبيت ان انا اتكلم كده. انا كنت الاول واحده ما بتعرفش تودي عيالها دروس علشان مش معاها، كانت واحده بتقوم الصبح ما بتجيبش فطار، كانت بتطبخ علشان خاطر عيالها يلاقوا ياكلوا طول اليوم. ما بنكسفش لما بقول كده، لان ما مديتش ايدي لحد، ما قللتش من نفسي، ما رخصتش نفسي عشان الفلوس، كافحت واصريت على ان انا اعزز من نفسي، وان انا ما اطلبش من حد جنيه، وان انا ما اشحتش من حد. فعشان كده ربنا كرمني امتى؟ لما رضيت وقربت منه، لما بقى عندي القناعه التامه انه هيغير لي حياتي، ساعتها بس حياتي اتغيرت. يعني اول نقطه انك تقربي من ربنا، تاني نقطه انك تبعدي عن كل اللي في حياتك. اعرفي ان كل اللي في حياتك دول من ولاد عمك لاخواتك لقرايبك لجيرانك لاصحابك، هم دول اللي مأخرين لك رزقك. تالت حاجة خلي قاعدة ثابتة كده في حياتك، انك انت ما يبقاش مبدأك الفلوس ابدا. خليكي دايما عايزة اسمك يوصل. ازاي وانت مش عاملة دعاية ولا اعلان ولا الكلام ده كله؟ اولا جودة عالية، سعر اقل، معاملة حسنة. يعني انت ما يخليش كل همك، لا انا مش كل هم الفلوس، اقسم بالله كل اللي اتعاملوا معايا لو بيشوفوني بتمنى ان انتوا تسيبوا تعليق او اي كومنت منكم يوضح كلامي ده للناس اللي لسه اول مره تدخل وتشوف الفيديو بتاعي. يعني انا واحده طلبت مني اوردر، ولما لقيتها قالت لي الشلت مش مظبوطه، بعت لها شلت تانية وما رضيتش اخد منها الشلت الاولى لان حسيتها عايزاهم. هل انت يا اميره كسبانه الضعف؟ عشان كده اقسم بالله ممكن اكون طالعه الطقم دوت ما كسبانه فيه جنيه، بس انا يعني انا خسرت قماش بس كسبت يجي 50 زبونه، لان كل ما اتكلم حد في التليفون ده انا عامله كفر عند فلانه ومعاملتها كويسه، والحاجه لما قلت لها بايظه بعتت لي غيرها يبقى كده ربنا عوضني. انت ربنا بيعوضك، يعني ما تفكريش. رابع حاجه ان انت لما حاجه تضيع منك او حاجه تفقديها، بصي ربنا بيعوضك بالاحسن، بس اهم حاجه ان انت ما تكونيش مهمله، لان بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. حاولوا يا جماعه ان انتوا تغيروا من نفسكم، بلاش تشغلي نفسك بجيرانك، بلاش تشغلي نفسك بولاد عمك، بلاش تشغلي نفسك ببنت عمك اللي اتجوزت جوازه حلوه او وحشه، بنت عمك اللي اتطلقت بقى كانت متجوزه عن حب مش عن حب، بنت عمك اللي جابت وعملت، قرايبك، جيرانك. ما تشغليش نفسك غير بحياتك، بيتك، اولادك، جوزك. اظن ما فيش عقل هيستوعب بيتك وعيالك وجوزك ويستوعب للناس اللي بره، انما الناس اللي بره بتفضي حياتها للي بره. يعني انا عندي ما شاء الله
بنات عمي كل واحد عندها اللي مكفيها والزياده، بيوتهم زي القطران، وبيبصوا لعيشه غيرهم، قاعدين على المصاطب 24 ساعه يتكلموا على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. هم فين بقى؟ مكانهم فين دلوقتي؟ هل هم وصلوا لحاجه؟ لا، قاعدين على المصاطب. انت بقيتي فين يا اميره؟ انا الحمد لله بقيت في نعمه كبيره جدا طول ما انا بعيده عنهم، وبعيده عن كل اللي كانوا في حياتي، وبعيده عن معرفه الناس عموما. تكفي ان انا دلوقتي بقيت بقدر ان انا اعمل اللي انا عايزاه بما يرضي الله، ادام يرضي ربنا. تكفي ان انا دلوقتي قاعده في نادي مع اولادي. جه على بالي ان انا اصور لكم فيديو اقول لكم فيه الكلمتين دول من قلبي، والله خارجين من القلب. عايزه حياتك تتغير، عايزه تحسي انك انت راضيه عن نفسك فعلا، قربي من ربنا وابعدي عن اي حد في حياتك. اقفلي على نفسك بابك يا ستي، مش هتخسي. معاكي ما معكيش ما تقوليش. انا اعرف ناس ما معاهاش وبتقول الحمد لله معانا، واعرف ناس معاهم اقسم بالله بيعيشوا شحاتين ويفضلوا يقولوا مش معانا. ده انا جوزي ما قبضش، جوزي ما عملش، جوزي ما سواش. انا بقى فاما بنعمه ربك فحدث. انا بقول الف حمد وشكر ليك يا رب على نعمتك عليا. الحمد لله. انا كنت فين؟ ما كنتش اعرف اخد عيالي النادي زي ده كده افسحهم فيه في يوم زي ده، كنتش اقدر اخرج، كنتش اقدر اصرف. الحمد لله قرش في جيبي مسيدني، ما مدتش ايدي لحد، عززه نفسي، ما قللتش من نفسي عشان الفلوس. انت كمان اعرفي ان القرب من ربنا هو المناجاه ليكي. اميره مش مناجاه ليكي، فلانه مش مناجاه ليكي، علانه مش مناجاه ليكي، ربنا. ربنا. وانك تتقي الله. عمرك ما هتمدي ايدك على حاجه مش حاجتك وتعرفي ان ده رزق كده دخل بيتك ابدا. او في ناس يا جماعه صحيح، في ناس بتمد ايدها وتسرق حاجات ناس قريبه منها وتدي لنفسها الحق، يقولك اصل هي خدت مننا قبل كده، اصلها عملت مننا كده. انت بتسرقيها، انت بتدخلي على عيالك مال حرام. انا مش مسامحه في اي حد شال حاجه من حاجتي، في اي حد سرقني، في اي حد خد حاجه من شغلي. اكيد ربنا هيعوضني وانا مش مسامحه والله العظيم، وربنا بيعوض. فانت ما يعني ما تحلليش الحرام، تشوفي مخرج لاي حاجه وتحلليها. انت بتعملي حاجه حرام ازاي بتلاقي لها مخرج وتحلليها؟ انا حسيت ان انا عايزه افتح الكاميرا واتكلم معاكم شويه. استنى طبعا الجديد ان شاء الله، ان شاء الله فيديوهات هتكون قويه وكويسه هتعجبكم، من بقى بواقي قماش لفيديوهات تعليميه. اي حد محتاج اي حاجه يسيبها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم بالتفاصيل كلها. اكتر كومنت هيجي عليه لايكات هنعمله فيديو الحلقه الجايه المره الجايه. وبس. وصلت معايا لحد هنا، صلى على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزين نبقى نتكلم بعد كده في الحاجات اللي هي الاقتصاديه، ان انت تحاولي ان انت توفري، ان انت مش عشان انت معاكي فلوس انك انت تبعزقي، انك انت تصرفي يمين وشمال. ولو الفيديو بتاعي ما كانش ممل ليكي وسمعتيه لحد هنا، ادعيلي دعوه من القلب ولك بالمثل. واستودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هديكوا لفه بقى كده في النادي ده. نادي العشرة يا جماعه، اسمه نادي العشرة في العاشر من رمضان. بتدخليه مجانا، اللي بفلوس نزول حمام السباحة الفرد ب50. انما القعدة انت بقى بتاخدي بقى الحاجة بتاعتك معاكي، الاكل الشرب العصير المية وكده كده. النزول ببلاش ب50 جنيه الفرد، لكن القعدة ببلاش، يعني قاعدين على كراسي وفي ترابيزات. انا هديكوا جولة كده سريعة. بصوا ابن اللي بيصوت ده. نعم يا ماما. وده اخويا. بصوا هو النادي جميل جدا ونظيف جدا على فكرة. ده اسمه نادي العشرة في المجاورة العشرة في العاشر من رمضان. حاجة نظيفة وحاجة كويسة.
دول ولادي. بصوا الحمام السباحة التاني ده أطفال، تمام، ده أطفال، ده لوحده كده منفرد بنفسه، ده أطفال. أما ده شبابي وتدريبات بقى يا جماعة، يعني دول تمرين وتدريبات، إنما دول داخلين عادي. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.